الثبات والعند في البيزنس. واحنا بنبدا البيزنس بتاعنا بنلاقي معوقات بتواجهنا، ما بنبقاش فاهمين نكمل ولا نقف، احنا ماشيين في الطريق الصح ولا في الطريق الغلط، هل لو انا كملت ده عند ولا ده ثبات. معضله كبيره جدا بنواجهها كبزنس اونرز واحنا في بدايه البيزنس، واحنا بننزل منتج جديد، واحنا بننزل خدمه جديده. والصعوبة في الموضوع ده ساعات كتير السنس بتاعك في البيزنس مختلف عن الواقع والنتائج والأرقام اللي بتطلع من المنتج أو الخدمة أو البيزنس الجديد اللي انت دخلت فيه. والحل ببساطة جدا ان انت تبدأ تشتغل على البايلوت او البروتوتايب. لما بييجوا يطلعوا سوفت وير جديد او ويب سايت بيبدأوا يشتغلوا على البيتا فيرجن. البيتا فيرجن دي اللي فيها بيجربوا، اللي فيها تراي اند ايرور، اللي فيها الكاستمرز بيجرب الخدمة والمنتج بتاعه وبيبدأ يشوف الباجز والمشاكل اللي بتحصل اللي بتواجه الديفلوبر. فانت ببساطة جدا وانت بتقدم الخدمة او المنتج او البيزنس الجديد محتاج ان انت تعمل البروتوتايب، العينة من مش بس المنتج اللي انت بتقدمه، العينة في التسويق بتاعه، العينة في البيع بتاعه، العينة في الافتر سيلز بتاعه، العينة في الاوبريشن كلها، بحيث ان انت تبقى متأكد ان انت جربت وعملت تيست لكل اوبريشن في البيزنس، وبعدها تقدر ان انت تبدأ مرحلة الجروث في البيزنس. وهو ده اللي احنا بنركز عليه في مايسترو وركشوب. في مايسترو وركشوب احنا بنعمل الاستراتيجي لكل سيستم وبنعمل له بروتوتايب، بحيث ان انت تبقى معاك بايلوت تشتغل عليه وتقدر ان انت تعمل له تيست وتقدر ان انت تجربه على الكاستمرز بتاعك. وده اللي هيخليك ان انت مؤهل ان انت تعمل البيزنس جروث.